بتبدأ حكايتنا مع شاب غني جدا اسمه آرثر، بيوصل له روبوت على شكل خادمة اسمها ماري، وآرثر بيتفاجأ إن الروبوت ده شبه البشر جدا، وكان عمره ما يتوقع إن دي حاجة ممكنة. ولكن مفيش حاجة مستحيلة على شركة زيتس، واحدة من أكبر الشركات في اليابان، وآرثر بيمتلكها. بس أول ما الساعة بتيجي 12 بتحصل محاولة اغتيال لآرثر والساعة بتنفجر، ولكن الحمد لله مفيش حاجة خطيرة بتحصل، وآرثر بيتفاجأ إن ماري ما اتهزتش من مكانها. أما بالنسبة للحراس فعلى طول بيقبضوا على الخادمة اللي غيرت الساعة مؤخرا، وبيتهموها بالجرائم كلها. وآرثر بياخد باله كمان ان في حد بيراقبه من السطوح، وبيأمر الحرس انهم يمسكوه. ولكن الموضوع ما بينتهيش عند كده، ده بيوصل له بعدها هدية عبارة عن بوكيه ورد من شخص مجهول، والبوكيه ده بيظهر من تحتيه سكينة كانت هتقتل آرثر لو مسكه. من الاخر كده آرثر ده شاب مهم جدا، والناس كلها بتحاول تقتله يا اما تسرقه، فعشان كده هو ما بيثقش في اي حاجة غير لما تكون خالية من المشاعر. وبيقول لماري أكتر نوع من الناس أنا بكرهه هم اللي بيكذبوا عليا. وعلى فكرة الخادمة ماري بتكون بطلة الفنون القتالية، ومشهورة بإنها ما بتكشفش عن تعابير وشها، وهي قبلت بالشغلانة دي عشان وعدوها إنهم يدفعوا الديون اللي على أبوها. يعني من الآخر كده ماري مش روبوت ولا أي حاجة، بس هي لازم تتظاهر قدام آرثر إنها روبوت وما عندهاش مشاعر. وماري بتكون خايفة جدا وبتقول أكيد الراجل ده مش عبيط وهيكتشف الحقيقة، ولكن آرثر شكله عبيط جدا وبيصدق إن ماري روبوت فعلا. وماري بتحاول تبعد عنه قدر المستطاع، وبتقول له أنا رايحة أنظف الغرفة، بس آرثر بيمسك إيديها وبيقول لها ينفع أناديكي ماري على طول؟ فماري بتقول له ناديني زي ما أنت عاوز، وبتكون مستغربة جدا إن شخصية آرثر اتغيرت تماما من شوية. المهم بعدها في وقت الاستراحة الحارس بيروح يكلم ماري، وبيشرح لها ان آرثر دايما معرض للخطر، وهي لازم تكون مستعدة في اي وقت. ولكن ماري ما بتكونش مهتمة بكلامه خالص، ومركزة بس في اكلها، لان ماري مش مسموح لها تاكل غير وآرثر في الحمام عشان ما يشوفهاش. المهم ان ماري بتخلص اكلها على طول وبترجع جري لآرثر اللي بيكون واقف وبيزعق للسواق عشان اتأخر عليه ثانية بحالها. وفعلا آرثر بيركب العربية مع ماري عشان يروح الأكاديمية، وبيقول لها انه لازم يجتهد جدا في الدراسة لانه الابن الوحيد في العائلة، وهو اللي هيورث كل حاجة. وبعد المدرسة هو هيروح يقابل ابن واحد مهم جدا في الشغل، وتقريبا كده آرثر بيكرهه لدرجة انه عاوز يقتله. فماري بتاخد بالها ان آرثر فعلا شخص مخيف جدا وشرس، ولكن معاها هي تقريبا بيتحول لألطف كائن في الدنيا، لدرجة انه بيقول لها لو احتجتي اي حاجة كلميني على طول. وفعلا بعدها ماري وآرثر بيروحوا الأكاديمية، وبتاخد بالها ان آرثر شاب مجتهد وكسب جوائز كتيرة جدا، ده غير انه كمان في مجلس اتحاد الطلبة. ولكن وماري واقفة في 2 بيخبطوا فيها، وماري بتتأسف لهم، ولكن الشباب دول بيتنمروا عليها وبيقولوا لها انت بتتكلمي زي الروبوتات. وعلى فكرة ماري متعودة على الكلام ده من وهي صغيرة، حتى أمها قالت لها قبل كده انت كلامك بارد جدا وما عندكيش اي مشاعر. لحد ما بيجي آرثر اللي بيدافع عن ماري وبيخلي العيال المتنمرة دي تتأسف وتمشي. فماري بتشكره، وآرثر بيقول لها على فكرة تعابير وشك اللي ما بتتغيرش دي بتكون احلى حاجة فيكي. فماري بتكون فرحانة جدا لان مفيش حد قال لها الكلام ده قبل كده. وبعد المدرسة آرثر بيروح يحضر الاجتماع بتاعه في البيت، وبيقابل هناك اخوه الكبير ولكن من ام تانية اسمه بيكون لايندار. وعلى حسب كلام آرثر اخوه الكبير بيكرهه جدا وعاوز يخلص منه، ورغم ان الاتنين بيتظاهروا بالحب والمودة ما بينهم وهم بيتكلموا مع بعض، الا انهم بيكرهوا بعض جدا. بس ماري ما بتكونش فاهمة اي حاجة وبتحسبهم بيحبوا بعض اساسا. المهم ان الاخ الكبير بعدها بيمشي لوحده وهو متضايق جدا، وبيقول ان القاتل المأجور الاولاني فشل في مهمته. بس يا عيني الواد بيتخض لما
بيشوف ماري وراه وهي بتقوله الحمام من هناك، وبيقول لها اوعي تمشي ورايا تاني بالطريقة دي. فماري بتتأسف له، والأخ بياخد باله إن البنت دي شبه الروبوتات جدا. ولما ماري بتقوله إنها روبوت، الراجل بيصدقها وبيقول لها روبوت زيك مستحيل يعرف يبتسم. فماري بتقوله بالعكس، أنا أعرف أعمل وش مبتسم جدا، وبتعمل شكل مخيف على وشها بيخلي الأخ يخاف ويطلع يجري. وبعدها بنشوف أرثر واقف لوحده في الغرفة وعمال يفكر، لحد ما ماري بتدخل عليه عشان تقدم له الشاي. وهنا أرثر بيتغير تماما وبيقول لماري أنا عندي طلب، ينفع أنام على حجرك؟ فماري بتوافق، وأرثر بيكون في قمة السعادة وبيقول إنه عمره ما شعر بالراحة كده من فترة طويلة، لأنه من ساعة ما عرف إنه هيورث كل حاجة قرر إنه ما يثقش في حد. فماري بتطمنه وبتقوله ما تقلقش، أنا دايما هكون جنبك واساعدك. فأرثر بيطمن جدا وبيفرح لدرجة إنه بينام على حجرها. وماري بتقول لنا إنها فعلا عاوزة تساعد أرثر، ولكن المشكلة إنها بتكذب عليه وبتتظاهر قدامه إنها روبوت. ولو احنا فاكرين أرثر بيكره الكذابين. وفي اليوم التالي السواق المرة دي بيوصل بدري، وأرثر بيقول يوصل بدري أحسن ما يوصل متأخر، وبيركب العربية لوحده. ولكن حرفيا بعدها بثواني بيوصل السواق الحقيقي، وبيكتشفوا ان أرثر ركب العربية الغلط. وماري من غير ما تستنى على طول بتجري وراهم، وأرثر يا عيني بيكون متكتف في العربية من اخوه بعد ما اتضحك عليه. ولكن ماري ما بتسيبهمش وبتنط فوق العربية عشان تلحقه. فالسواق هنا بيفضل يحرك العربية عشان يوقعها، وفعلا ماري ما بتقدرش تستحمل وبتقع. والمجرمين بيخطفوا أرثر وبيحطوه جوه بيت في منطقة مجهولة. والأخ هنا بيتنمر على أرثر وبيقول له هو ده اليوم اللي انت هتموت فيه. ولكن أرثر بيقدر يصور ويسجل كل كلام أخوه من غير ما ياخد باله، وكل ده عن طريق كاميرا مخفية جوه البدلة. وبيقول لأخوه يا ترى ايه اللي هيحصل لك بعد ما الفيديو ده يتنشر. فالأخ بيخاف وعلى طول بيقول أنا ورايا حاجة مهمة لازم أعملها، وعلى طول بيمشي وبيسيب المجرمين هم يتصرفوا معاه. والمجرمين هنا بيقولوا لأرثر إن الناس هتستريح أكتر لما تخلص منك. ولكن قبل ما المجرمين يلحقوا يعملوا أي حاجة، ماري بتوصل في الوقت المناسب عشان تدخل في المجرمين ضرب شمال ويمين بتخليهم يرموا أسلحتهم ويطلعوا يجروا. وبتروح بعدها تفك أرثر وتطمن عليه. فأرثر بيشكرها، ولكن قبل ما يمشوا بياخدوا بالهم من سيجارة بتترمي على الغاز اللي حرفيا بيولع المكان كله. والنار هنا حرفيا بتحاصرهم من كل مكان. وماري بتبدأ تفكر في طريقة عشان يهربوا من هنا، لحد ما بتاخد بالها من فتحة صغيرة ولكنها بتكون عالية جدا عليهم. فماري بتقول لأرثر خلاص أنا هضحي بنفسي واشيلك عشان تخرج من هنا. وقبل ما تعمل كده بتقوله عن مشاعرها الحقيقية وإنها استمتعت جدا بالوقت اللي قضيته معاه. وفعلا ماري بتنقذ أرثر وبتفضل هي لوحدها في النار لحد ما بيغمى عليها. ولكنها بتتفاجأ إنها لما بتصحى من النوم بتكون لسه على قيد الحياة وأرثر قاعد جنبها. وبنكتشف إن الخادم رجع في الوقت المناسب عشان ينقذها قبل فوات الأوان. ولكن أهم حاجة إن أرثر اتهيأله إن ماري بنت بشرية لما كانوا في الحريقة، وبيقول أكيد ده بسبب نقص الأكسجين. والمشكلة الحقيقية فعلا إنه بدأ يجيله مشاعر اتجاهها. وفي يوم من الأيام بنشوف إن في حفلة هتتعمل في البيت، وأرثر بيكون متعصب جدا وعمال يزعق للخدم اللي مش شايفين شغلهم كويس، ما عدا طبعا الخادمة ماري اللي بيحبها وبيكون فخور جدا بيها مهما عملت. وهو طبعا لحد دلوقتي مضحوك عليه وحاسب إن ماري بتكون روبوت. المهم بعدها بحبة الضيوف بيوصلوا، وماري بتاخد بالها إن كل الضيوف تقريبا كده بيكونوا أغنياء جدا. وأرثر بيقول لها إن الحفلة دي بتكون حفلة مهمة جدا، أبوه وافق فيه وساب له المهمة دي قبل ما يسافر للشغل. وأرثر مش عاوز أي غلطة تحصل في الحفلة دي عشان ما يخيبش ظن أبوه. فماري بتقوله ما تقلقش، تقدر تعتمد عليا إني أتخلص من أي مشكلة. فأرثر بيقول لها بالعكس أنا عندي مهمة تانية ليكي. فماري بتستغرب وبتقوله إيه هي المهمة دي، ولكنها يا عيني بتتصدم لما أرثر بيقول لها أنا عاوزك تشيل الفلفل الأخضر من الأكل من غير ما أي حد ياخد باله عشان أنا ما بحبهوش. ولكن بعدها بتوصل واحدة اسمها العمة راستي بتنادي على أرثر
ارثر وبتكلمه، والحارس بيكلم ماري وبيقول لها ما تقلقيش، العم والعمة راستي بيكونوا في صفنا. والعمة بتاخد بالها ان ارثر شكله فرحان وبتقول له ايه اللي حصل لك مؤخرا، احكي لي كل حاجة. فارثر بيضحك وبيقول لها ان مؤخرا شركة زيتس قدرت تصنع اقوى روبوت في العالم وبيكون على شكل البشر، وطبعا بكلامه ده بيكون قصده الخادمة ماري. والعمة اول ما بتشوفها بتكون منذهلة جدا لدرجة انها ما بتصدقش ان ده روبوت فعلا، وماري بتكون خايفة يكتشف امرها، والعمة مركزة كده وعمالة تبحلق فيها لحد ما الحارس بياخدها وبينقذها وبيقول لها محتاجينك في المطبخ عشان تغسلي الصحون. وفعلا ماري بتروح تشيل الكوبايات والاطباق وبتقدر تشيل كمية كبيرة جدا لوحدها، ولكن فجأة القطة اللي مع العمة بتخرج عن السيطرة وبتجري في اتجاه الكوبايات، بس ماري بتاخد بالها وبتمسك القطة قبل ما اي حاجة تقع وتتكسر. والعمة بتتفرج وهي منذهلة جدا من قدرات الروبوت. وبعدها ماري بترجع لمهمتها الأساسية، وهي إنها بتروح وبتشيل الفلفل الأخضر من على الأكل من غير ما أي حد ياخد باله. وما بتقفش عند هنا وبس، دي كمان بتمسك أي مجرم بيحاول يتسلل للبيت، وبعدها بتدخل البيت عشان تدور لو في أي مجرم تاني تسلل من غير ما تاخد بالها. ولكن وهي بتتمشى في حد بينط عليها من ورا، وماري ما بتسيبهوش وبتقوم ماسكاه على الأرض، ولكنها في النهاية بتكتشف إن ده أرثر وكان بيحاول يفاجئها. وبعدها أرثر بيروح ينام تاني على حجرها عشان يستريح شوية. وأرثر هنا مرة واحدة بيمسكها فجأة وبيقرب منها وبيشكرها، فماري هنا على طول بتقتمص شخصية الروبوت وبتبعد عنه قبل ما يكشف أمرها، وبترجع تاني للحفلة. وأرثر بيكون مستغرب جدا. أما بالنسبة للعمة فهي بتكون واقفة من بعيد وبتتفرج عليهم وهي بتضحك. بنرجع تاني بعدها لماري وهي في الحفلة وبتكون مستغربة جدا إن قلبها كان بينبض بسرعة. ولما بترجع تاني لشغلها ما بتكونش مركزة وبتقعد تكسر الكوبايات وتكب المية لحد ما الحارس بيتعصب منها وبيقولها روحي واستريحي شوية. فماري بتسمع الكلام وهي خايفة جدا وبتقول إنها محتاجة تسيطر على نفسها، ولكن وهي بتتمشى بتاخد بالها من مجرم بيزرع قنبلة في الشجرة، وقبل ما يدوس على الزرار على طول ماري بتديله كف وبتاخده منه، وبعدها بتقوم ماسكه المجرم ومسحه بكرامته الارض قدام كل المعازيم. فطبعا المشهد بيكون مخيف جدا لدرجه ان الناس بتخاف منها وبتحسب ان الروبوت خرج عن السيطره. فماري بتكون زعلانه لانها كده هي اللي بوظت الحفله، لحد ما ارثر بيجي وبينقذ الموقف وبيتاسف للناس عن اللي حصل وبيشرح لهم ان الراجل ده كان مجرم وكان بيزرع قنبلة في الحفلة، وإن الخادمة ماري اتصرفت بالشكل المناسب عشان تسيطر على الوضع. فالمعازيم هنا بيغيروا رأيهم تماما وبيسقفوا لماري وبيشكروها على شجاعتها. فأخوه الكبير اللي واقف من بعيد بيتفرج بيتعصب جدا لأن خطته فشلت. ولما بيجي الليل بنشوف أرثر واقف في البلكونة مستني ماري تدخل عليه بعد ما غيرت ملابسها ولبست فستان جميل جدا زي ما طلب منها. وأرثر بيقول لها بعد ما انتهت الحفلة احنا دلوقتي نقدر نستمتع بوقتنا لوحدنا. فماري هنا بتتأسف له انها بوظت له الحفلة، وأرثر بيقول لها بالعكس انتي انقذتيها، ده غير انك قدرت تشيلي الفلفل الاخضر زي ما طلبت منك. وبيشكرها وهو فرحان جدا بوجودها معاه. فماري بتفرح ان في حد بيقدر مجهودها وبتتمنى انها حرفيا تشتغل معاه على طول. المهم ان ارثر بعدها بيقول لماري انت محظوظه جدا عشان مش محتاجه تاكلي زينا، وبيسالها انت بتشتغلي بايه، وماري بتتوتر وبتقوله عن طريق البطاريات. وارثر زي العبيط بيصدقها وبيقول لها انت دلوقتي شبه البشر جدا، وبيقرب منها وبيبوسها. فماري هنا طبعا بتتكسف وعلى طول بتزقه بعيد وبتجري وبتروح تقعد لوحدها وهي خايفه جدا وبتقول هو اكيد كده اكتشف امري. وفي اليوم التالي ماري بتكون متوتره ومش عارفه هي هتقابل ارثر ازاي دلوقتي، وبتتمنى انه ما يكونش شاف وشها لان الدنيا كانت بالليل ساعتها، وبتقعد تفكر في اي تفسير وهي رايحه تقدم له الاكل. ولكن لما ماري بتروح تقابله بتتفاجئ ان ارثر ناسي تماما الموضوع اللي حصل امبارح، وده لوحده بيخلي ماري تتوتر اكتر. وارثر بيبدا يشك فيها وبيحاول يكرر نفس الموضوع اللي حصل امبارح معاها، ولكن المرة دي ماري بتبعد عنه على طول. وبيستمر اليوم على كده. ماري بتكمل مهماتها اليومية
وارثر بيقعد يدور على اي حجة عشان يقرب منها او يلمس ايديها، وكل ما ارثر بيحاول يعمل كده ماري بتبعد عنه وبتهرب. والحركات دي كلها بتخلي الحارس يروح يكلم ماري وبيطردها من الشغل، لان ارثر بقاله فترة مراقبها وبالمعدل ده هو هيكتشف الحقيقة. فماري بتخاف والحارس بيقول لها ما تقلقيش، احنا هندفع لك كل الفلوس اللي انت عاوزاها. وبيكون عنده خطة بديلة وهي انه بيعمل روبوت شبه ماري، ولكن المرة دي ده بيكون روبوت حقيقي. فارثر طبعا بياخد باله من الفرق، ولكن الحارس بيحاول يقنعه ان الخادمة دي احسن من الاولانية. اما بالنسبة لماري فهي بتحضر شنطة هدومها وبتستعد عشان تمشي، وارثر يا عيني بيكون قاعد مع الخادمة الجديدة وهو مش مستريح خالص. المهم ان ماري بتروح عشان تركب العربية وبتشكر الحارس، ولكن فجأة ارثر بيدخل عليهم وبيقول لهم انا مش فاهم حاجة، هو ايه اللي بيحصل هنا؟ فماري بتقول له انت دلوقتي بقى عندك روبوت جديد واحسن مني وانت مش هتحتاجني. فارثر بيقول لها حتى لو الروبوت التاني احسن منك ولكن في اختلاف كبير ما بينكم. بس فجأة بيدخل عليهم الروبوت الجديد وبيشوف ماري على انها تهديد لارثر وعلى طول بتهجم عليها. فماري بتتصدى لهجماتها وبيحصل قتال ما بينهم، ولكن الروبوت الجديد بيكون اقوى منها وبيتفوق عليها. وقبل ما الروبوت يضربها الضربة القاضية ارثر على طول بيروح وبياخد الضربة مكانها. فماري هنا بتتعصب جدا ان ارثر اتأذى وعلى طول بتهجم على الروبوت وبتديلها شلوط وبتهزمها، وبتروح بعدها تطمن على ارثر، ولكن بيقول لها ما تقلقيش انا اكتشفت كل حاجة، انت اكيد تصرفاتك كانت غريبة مؤخرا بسبب الروبوت الجديد. وبيصدق ان ماري دلوقتي اتصلحت وما فيهاش اي مشاكل، وعلى طول بيقوم شايلها وبيقول لها انا عاوزك تفضلي معايا على طول. وفعلا ماري بترجع تاني لشغلها وبتقول للحارس انها هتاخد بالها اكتر المرة دي. اما بالنسبة للروبوت الجديد فهي هتتعاون مع ماري عشان هما الاتنين يحموا الاستاذ ارثر. وبكده بنكون وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة.